اللقطة اللي كلشي كيهضر عليها بين ابراهيم دياز والياس اخوماش في مباراة ريال مدريد والرايو على مستوى الدوري الاسباني في لقاء اليوم. شنو وقع بيناتهم بالضبط ونتحدثوا على التفاصيل. مشكلة كتبان مشكلة شخصية، ما كاين حتى كرة مشروكة، ما كاين حتى تدخل من أي لاعب. طبعا السبب واضح، وهذا الشيء كيدل على حاجة وحدة، وهي أن بعض لاعبين المنتخب المغربي ما تقبلوش الطريقة كيفاش إبراهيم دياز ضيع ذلك ركلة جزاء ضد منتخب السنغال في النهائي، وكيفاش حرمنا من لقب كغائب 50 سنة في خزينة المنتخب المغربي. وطبعا نحن كجماهير نتفق معهم بكل صدق. كيفاش اللاعب ضيع بينالتي، كيفاش كان في امكانه يسجل ذلك البينالتي، ولكن حاليا نهضروا في المهم وشني خاص يدار وشني خاص المنتخب ولا المدرب يقدموا. دابا فحال بقى الركراكي فحال مشى الركراكي، المنتخب مقبل على كأس العالم وبطولة كبيرة، ما يمكنش تنافس على اي بطولة وانت اللاعبين ديالك حتى واحد ما كيحمل بعضو، وهذا الشيء مستحيل في عالم كرة القدم. لاعب كرة القدم فهي لعبة جماعية، والكل يجب أن ينضبط ويلعب للمجموعة ويلعب للفريق ويلعب للمنتخب. المنتخب أو لاعب المغربي دخلوا في انقسامات، خصوصا بعد ركلة جزاء إبراهيم دياز كيفاش ضيعها. حاليا المدرب والركراكي بحال بقى يجب عليه إصلاح هذه الأمور والانضباط والتحلي بالواقعية والمسؤولية واللعب كمجموعة واحدة. كما قلت نحن مقبولين على كأس العالم، بطولة كبيرة، بطولة قوية، منافسة شرسة. في إمكان المنتخب المغربي أن يكون حاضر بقوة إذا كان واجد للقاءات وواجد للمباريات. حاليا المنتخب المغربي فهو في مرحلة شاك، خصوصا بعد ضياع اللقب التاريخي في كان 2025. لقاء اليوم الرايو ريال مدريد، لاعبين قدموا مستوى كبير، لاعبين ظهروا بصورة ممتازة، لاعبين قدموا أداء رائع وجيد من كلتا اللاعبين، لكن المشكلة الكبيرة هي أن المشادات بين اللاعبين المغربيين في مسابقة أوروبية وبدون أي كما قلت تدخل على الكرة أو كرة مشروكة بين اللاعبين، هذا يدل على أن المنتخب المغربي سوف يعاني في الأيام القادمة. لاعبين في انقسامات لاعبين في انقسامات، وهذا الشيء ظاهر للوجود. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، وأن يكون الركراكي على قدر المسؤولية، وأن يحاول إصلاح العلاقات بين اللاعبين.